أسأل الله أنه لا يفقدكم هالشعور، شعور الفرح. ترى ما يحس بشعور الفرح الإنسان عانى. ترى الإنسان اللي يحقق أحلامه بسهولة، أي حلم يحققه بسهولة، هذا ما يعيش شعور الفرح اللي يعيشه الإنسان اللي يعاني لين يحقق حلمه. لذلك هذه بشارة لمجتمعنا ولي ولكم وللناس اللي ما وصلوا مرحلة الثراء. تراكم في خير. ليه؟ لأن تحقيق أحلامكم يتعبكم، وإذا تحقق يفرحكم. ترى حلم الفقير إذا تحقق يفرحه أكثر من حلم الغني، لأن الغني ترى ما هي سعادة يوم تحلم الصبح وتحقق حلمك عصر. حلاوة الحلم في المعاناة وفي التعب وفي التفكير فيه، ويوم تعيش أجواء معه يوم يتحقق الله. ترى أحيانا الحلم أحسن من تحقيقه. لذلك أنا مرة شفت مسلسل اسمه وزير سالم، هو المسلسل الوحيد اللي تابعته. فيه واحد اسمه ياقوت يحلم منه يروح الهند، ويقول لتاجر عندهم في المسلسل، يقول له يا أخي ودني الهند، قال له ابشر أوعدك إني يوديك الهند. وصار ياقوت كل يوم يحلم كيف الهند وكيف يروح وكيف يرتب أغراضه ويسافر ويشوف العالم. راحت السنين لين شاب ياقوت، سنين طويلة. جاء هاك اليوم التاجر قال له يا ياقوت استعد بوديك الحلم. قال الهند. قال حقق حلمي. قال تحقق حلمك. فكر قال أقول لك ما بروح. قال ليه؟ هذا حلمك، حلم العمر. قال إذا حققته وش أقعد أسوي؟ لذلك أحيانا تعيش في تفاصيل الحلم وش يفرحك وش، هذه أحسن من تحقيق الحلم بالذات. يعني سبحان الله، ترى أحلام الأغنياء سهلة أنها تحقق عندهم، لذلك ما يجدون سعادة فيها. لكن حلم الإنسان البسيط يوم يتحقق ترى أكثر الناس دحين يقول لا يا أخي هذا خبل، يا أخي ما في مثل الفلوس اللي تبغيه تجيب. طيب أنا لو أخيرك ذا الحين وأقول عندك ملايين والحلم اللي تبغاه سيارة تبغاها تجيبها، لكن ترقد بعد 5 دقائق وتنسى أنك اشتريت أحسن سيارة وأفخم سيارة وأنك حققت حلمك أيا كان، ولا تقعد 3 أيام وأنت مبسوط وتعلم الناس وما ترقد من الفرح والسعادة. والله العظيم إني ما أختار إلا يوم أحقق حلمي وأفرح. أشتري لي سيارة أفكر فيها 2 واشتريها وأفرح بها 3-4 أيام ما أخلي بها ولا محل وأعلم الناس، ولا أشتريها وبعد 5 دقائق كأني ما شريت شيء ويحزني أي شيء ويزعني أي شيء. ترى هذا الشعور أنت تجربه الحين يلي ما عندك فلوس كثير، لأنك تتعب على حلمك وتعيش تفاصيله. لذلك لا تفكر أن الفلوس مصدر للسعادة وهي اللي تصنع السعادة. لو أن الفلوس مصدر للسعادة تلقى التجار ورجال الأعمال تلقاهم يضحكون في جنوبهم من السعادة ومبسوطين 24 ساعة يضحك، لأن كل ما بغى شيء جابه. إحنا لا بغينا شيء نتعب نقعد 3-4 سنوات نجمع قيمة سيارة ولا جبناها فرحنا يمكن ما نبيت إلا فيها، هو يشتريها في 5 دقائق ولا تعني له أي شيء. أيها تسعد أنت ولا هو عنده فلوس وأنت عندك سعادة. لذلك البارح أنا والله في الطريق جبت بيت ما دريت إني بتكلم عن هالموضوع، لكن جبته يمكن إنه ركيك لكن معناه زين. يقول ما ودي أصبح غني ما يعجز حلمه، حلاوة الحلم لا عانيت من دونه. وأنا في واحد من عيال عمتي يقول جارتنا حلمت حلم إنها تسوي لها مطبخ برا مستقل في الحوش، وبسوي وارتب، ويقول ولدها توظف بعد 3 سنوات قال بشير يا أمي والله لا أسوي لك المطبخ. سوى لها المطبخ قال ها ناقصك شيء يا. أقول قبل ما يسوي لها المطبخ كانت تطلع الحوش وتخطط وتفكر وتأمل وتبتسم، عايشة تفاصيل حلمها. ويوم سوى لها المطبخ جاء فلوس. هالقصة حقيقية ترى. يوم سوى لها المطبخ وذا ما عاد تطلع الحوش ولا عاد عندها طموح ولا عاد كل شيء يضحكها ويونسها خلاص. لذلك أنت لا تزعل إذا تأخر عليك حلمك، عيش أحلامك تراها إذا تحققت بتفرحك. سبحان الله. هذه الكلام اللي يعني جاء في خاطري، وسلامتكم.